الله وبركاته. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم في النحو وهو هل تكون كلمة واحدة أو جملة أو شبه جملة توضح صاحبها عند وقوع فعل. هل تشير إلى ظرف أو صفة لشخص أو الشيء الذي قام بفعل، مثل رأيت زيدا وهو خارج، رأيت زيدا يخرج. هل يمكن أن تكون اسم أو فعل؟ شرطها أن تكون جملة خبرية. يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة، كما يجب أن تكون الجملة مرتبطة بصاحبها إما بضمير أو واو أو بهما معا، مثل على أربعة بضمير وجاءوا أباهم عشاء يبكون، مثل على أربعة بالواو لئن أكله الذناب ونحن إثبات، مثل على أربعة بالواو وضمير ألم تر إلى الذي خرجوا من ديارهم وهم وحيد موت. هل أيضا يمكن أن تكون صفة نكرة تقدمت على موضوع، مثل لزياد مفيدا كتاب. الآن أقسامها. هناك نوعان رئيسيين منها هل مؤسسة وهل مؤكدة. هل مؤسسة وهو تذكر لتوضيح وتبين ولا تفهم معنى هذا بدونها. أمثلة: جاء خالدا راكبا. ثانيا أمثلة: رأيت فاطمة باكيا. ثالثا مررت بأسماء ضاحكة. ثانيا هل مؤكدة يستفاد معها بدونها تأتي لتوكيد. أمثلة: أولا ثانيا هل مؤكدة. هل مؤكدة وهو يستفاد معا بدونها تأتي لتوكيد. أمثلة: أولا فتبسم ضاحكا. ثانيا جاء تلاميذ كلهم جميعا. ولا تعثوا في الأرض مفسدين ثم توليتم مدبرين. خلاصة القول: هل توضح الصفات صاحبها عند وقوع فعل، وتكون كلمة واحدة أو جملة أو شبه جملة، وترتبط بصاحبها بضمير أو واو أو كلمة